الهاتف الذكي عند ولادنا هو أسهل وسيلة دلوقتي. أنت عاوز تتخلص من ابنك بتروح مديله التليفون وتتفرج على الحاجة اللي أنت عاوز تتفرج عليها، خش على الموقع اللي نفسك فيه، بس سيبني شوية بس أركز وأهدى وأقعد شوية مع نفسي. للأسف مع ضغوطات الحياة إحنا ما بقيناش عندنا القدرة اللي إحنا نقعد ندادي، يعني إيه، يعني نقعد مع أولادنا ونسمعهم ونشوف مشاكلهم، ولو عندهم حاجة معينة أو حتى يلعبوا أو بيطلبوا مننا إن هم يلعبوا معانا، مبقاش فيه الوقت اللازم والقدرة والطاقة اللي احنا نعمل الموضوع ده لضغوطات مختلفة مش هنتكلم فيها دلوقتي. جوناثان هايدت في كتابه جيل القلق أو جيل القلق هو بيتكلم إن الجيل الجديد بقى غارق وداخل في موضوع السوشيال ميديا والهواتف الذكية، والتواصل ما بينهم بقى مجرد تواصل بين الأجهزة. يعني هو دلوقتي أنت قاعد على جهاز صاحبك قاعد على جهاز تاني، لا إما بتلعبوا لعب مع بعض وبتعملوا شات، لا إما أنتوا قاعدين مع بعض بتعملوا تكستنج. وكان بيدي مثال إن البنات زمان كانوا يقعدوا يتكلموا بالساعات على التليفون، الولاد ما كانوش بيعملوا كده، بس كانوا ممكن ينزلوا تحت ينادوا على بعض، يا فلان انزل أنا رايح القهوة، تيجي معايا احنا نقعد مش عارف ايه، والكلام اللي احنا عارفينه ده واحنا صغيرين كلنا كنا بنعمله يعني. فطبعا ده ما بيحصلش دلوقتي، وكل حاجة بقت ايه عن طريق الابليكيشنز. الموضوع ده زود معدلات الاكتئاب عند الجيل الجديد من الاولاد، وتحديدا بعد الجيل اللي اتولد بعد الالفينات واحنا طالع الجيل ده بقى دلوقتي عنده احساس بالاكتئاب، بالعزلة، التواصل ما بينهم بقى ضعيف جدا، امراض كتيرة وحاجات كتيرة حصلت. والمشكلة ان التطورات دي بتزيد. الملخص اللي بيقول عليه الكاتب اللي انت ما تديش هاتف ذكي لابنك قبل المرحلة الثانوية، وما يخشش على السوشيال ميديا قبل 16 سنة. طب لو معظمنا عمل الغلطة وادى ابنه هاتف ذكي، او ابنه بالفعل معاه هاتف ذكي دلوقتي، الحل اللي انت تشوف اصدقاء ولادك المقربين. يعني لو ليه 3 4 صحاب، تكلم ابهاتهم وتقعدوا قعدة عرب كده مع بعض، وتقول لهم يا جماعة احنا عاوزين نحل المشكلة اللي وقعنا فيها اولادنا، الا وهي اللي احنا عاوزين نقول لهم اللي احنا هناخد الموبايلات منكم وهنديكم موبايلات عادية، بس في المقابل هنعوضكم مثلا بمبالغ معينة، بفلوس معينة، تنزلوا مع بعض، تقعدوا مع بعض في أماكن بتحبوها وتتكلموا مع بعض بدل ما انتوا قاعدين على الأجهزة بتكلموا بعض. الموضوع ده طبعا هيقلل شوية موضوع إن هم يحسوا بالعزلة. ده هيساعد ولادك إن هم يسيبوا الهواتف الذكية عشان كل أصحابهم سابوا الهواتف. ومع الأجيال الجديدة، الطفل دلوقتي 4 سنين و5 سنين وفي والله 3 سنين ماسكين الموبايلات وقاعدين على السوشيال ميديا أو بيشوفوا حاجات معينة أو المفروض ما يتعرضوش ليها. المشكلة الحاجات دي قدام بقى من مشاكل في العضلية، مشاكل في النظر، مشاكل اضطرابات عقلية، كل ده عمال يظهر وبنلاحظه في الدايرة بتاعتنا والدوائر بتاعتنا من أصدقائنا أو قرايبنا. مهم جدا الحقوا ولادكم، ما تستسهلوش. الفترة اللي هي بتاعت حياتهم دي مهمة جدا. وهديكم مثال، كريستيانو رونالدو لغاية سن كبير جدا ابنه ما ادالوش موبايل ولا اداله ايباد ولا اي حاجة، فاحنا مش هنبقى احسن من كريستيانو رونالدو. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب